اهلا بيكم في قناة اصل الطبخ مع ايناس. يا رب تكونوا في احسن حال. معلش انا بتاخر عليكم في الفيديوهات، بس علشان بكون بحضر لكم فيديوهات تكون كويسة. النهارده هنعمل مع بعض قراقيش الفرن بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة جدا، ولما هتعمليها هتعجبك وهتلاقيها ان هي مقرمشة كده من بره وحلوة، وطعمها كمان احلى من ان انتي بتشتريها من الفرن خالص. وان شاء الله الفيديو بتاعنا هيعجبك. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. مقاديرنا عبارة عن 2 كيلو من الدقيق، ومعانا كيلو وربع سمنة على زيت، تخلطيهم على بعض. لو حابة ان انتي تعمليها كلها على بعضها بالزيت يكون زيت نباتي، بس لازم تخلطي معاهم جزء بسيط ولو ربع كيلو من السمنة علشان يديها طراوة كده، تبقى مقرمشة معاكي وطرية في نفس الوقت. ومعانا كوباية كبيرة من السكر، ورشة صغيرة من الملح، وكيس كيك شيف معانا، ومعانا اللبن للعجن. هبتدي دلوقتي ان انا احط المواد الجافة مع بعضها. الكيك شيف هحطه على الدقيق والسكر ورشة الملح الصغيرة وهقلب، وبعد كده هبتدي احط السمنة على الزيت. وزي ما قلتلك لو انتي حابة تعمليها كلها بالزيت اعمليها، مش هتضر في حاجة. لو انتي عايزاها تكون مقرمشة زيادة، عايزة تخلطي معاها السمنة تحطي نص المقدار سمنة والنص التاني زيت براحتك. انا هنا عاملة المقدار زيت كله، يعني الكيلو زيت وربع كيلو من السمنة. بعد كده هبتدي ان انا اعجنها باللبن. عجنتها وسبتها تستريح شوية، وبعد كده ابتديت ان انا اخد جزء من العجينة وابتدي ان انا افردها شوية واشكلها صوابع زي بتاعة الفرن كده. واهم حاجة ان السمك بتاعك ما بيكونش لا عالي قوي ولا واطي قوي، عشان احنا لما بنسيبها شوية ترتاح، هي طبعا فيها الكيك شيف وده فيه محسنات فبيعليها معانا، هي بتبقى بالحجم ده زي ما انت شايفة. هبتدي بعد كده اخد المقدار بتاعي كله واقطعه واحطه في الصاج. تقدري تشكليها صوابع كده زي بتاعه الفرن، وممكن تعمليه اشكال تانية، يعني ان انتي تاخدي الصوبع كده وتبتدي ان انتي تلفيه زي ما انا وريتك كده. اهي منظر تاني برضو للبسكوتة نفسها. وطبعا انتي لما بتلاقيها طويلة كده بتقسميها نصين بالسكينة بدل ما بتكون طويلة جدا. بعد كده باخد الرصة بتاعتي واحطها في الصاج لغاية ما بتبقى بالشكل ده كده. انا خلصته، بسيبه يستريح حوالي 10 دقايق، وبعد كده بولع الفرن. بولع الفرن من تحت والشواية كمان. هي مش بتاخد معايا وقت كتير في الفرن، مدتها حوالي من 12 دقيقة لحوالي ربع ساعة بالكتير جدا، بتكون مستوت معايا وبتكون بالشكل الجميل ده، وطعمها بيبقى خطير جدا، بيبقى احلى من الفرن. وبتمنى ان الفيديو يعجبك، ولو عجبك الفيديو